أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ميسر كل عسير ويا من لا يحتاج إلى العسير فإن تسهيل العسير عليك يسير. سهل علينا بفضلك وكرمك يا ميسر. ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله ويا رب العالمين. اللهم عونك. الدرس شنداية درس نهاية كتاب الفوائد الضيائية مشهور بناوي ملا الجامي. لمعنى الكلمة لفظ وضع لمعنى. الكلمة مبتدأ، لفظ هيك كما مطابقة بين مبتدا وخبر دا تنية أو درس بردا ما إفادة مصدر لفظ خبري وضع جملة وضع أرين محل مرفوع صفة لفظنا لمعنى متعلقة بوضع باي، متعلقة بوضع باي أري قربان لمعنى دم كلمة ما لفظك يا هاتية دانين جبونا معناها. أما السنة شخو خبردن إن شاء الله تمام. لمعنى معنى تشتشته معنى والمعنى ما يقصد بشيء معناه ماكي أو تشته بني ما عامنرون يا جامي شبارا أو هنت سؤال بينكرن اعتراض بينكرن مثلا اي بيجا واي هنك لفظ هنك لفظة راحت يداني وك لفظي اسمي مثلا زيدي راحت يداني لقى شبارا ويبي تمام. اجا امدبن ما دي ما عامة تمام كلمة چونكي علماء دسري وان داجي علماء دي وك أستاذ بديع الزمان رحمه الله دبي المعنى ما يقصد بشيء ما يقصد ما لو أدخلت الدنيا وجميع ما فيها فيما لم يمتلئ الدنيا وتشتك الدنيا دا تفتخي ماي تجينا يعني كتبوا ما دبك معناش تشتكي بقصد كرن ودبك لفظ بقصد كرن أري ودبك هيك تشتكي من اللفظ به وك إشارات سري الرياض معنى بقصد كرن يعني ما عام شخو أزلويدا جيب خدي حسبك قام يقمد المايدة بفكرة يعني معنى إذا كما يقصد بشيء أو اعتراض هو وارد ناب زي تمام. لويدا زي قال المعنى ما يقصد بشيء أو تشتك تقصد كرن بتشتكي شد ببرامج تش بقصد كرن لفظ دبا معنى تمام. المعنى فهو معناه لفظ معناه إما مفعل
اسم مكاني، حال كونه اسم مكاني، اسم مكاني اشتكاري بخويني بكي خبرش مبتدائي محذوف را هو اسم مكان. تمام. إما مفعل اسم مكان ذا وين شاخي معنى أصلي معنى أصلي معنى بينكم ما تكتب صرفي دخن يا متحرك ما قبل مفتوح قلبه بألف بو معنى معنيون بو معنان أني قارن التقاء ساكنة بنا بين ما ألف جاكم بو معنى بو معنى. تمام بلا يا عزيز. بمعنى المقصد دي مكان قصده مكان قصده جي قصده تشت للفظ جيكية ديك معناه جيت قصد كرد تجيدا دخل. تمام بابا. يعني تبخوازي معناه فعم بكي درخي تقصده لفزيت كيكار أو مصدر ميمي بمعنى المفعول يجي مصدري ميمية كالما بمعنى مفعول المصدر فرجارة بمعنى مفعول تي كالما. تمام. بمعنى مفعول تي إذا إجا أو مصدر جي وكبري مقو شو مصدري بنا معلوم به شو مصدري بنا مجهول به أو هر نورة كالب دفردا بمعنى مفعولي يعني اسمه مكان بجي أو ياج مصدري معلومة ياج مصدري مجهولي أنا إبراهيم أو مخفف معنيين أمي لي بقر ياجي مخففة هاتية تخفيف كرن أم معنى جمعني اسم مفعول حال كونه وجه اسم مفعول كمرمي تبراوة ما تقول مرمي مرموي مرموي جرما يرمي اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ومرموي شرط إدغام موجود هو ما دام كر بمرموي ما دام ميمي بدل كسرة جبو مجانسة تابيرة يعني جبو محافظة يجي بمرمي أما مخففش معنيون أم معنيون جي معنيون معنويون معنويون الأرجي اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء بمعنوي شرط إدغام موجود ما دغم كل بمعنوي ما مدما نوني بدل كل كسرة مجانسة تابيرة ياجو محافظة بمعني تمام كلمة إذا شواب معني ما يجهردوا يا حذف كل بعلة التصريفي لسر غير قياس يعني أبحث فهاني غير قياسي ربنا يا عزيز غير قياسي ما يجي حذف كل أو بمعنيين ما كسرة نوني بدل كل بفتحاش بك قلبه ويبكرن قلبه يك بكرن بأليفه هذا معنى قال يعني شكلنا ويجي بوي شكلي كذب أم حتى برا تفهم ما قال المعنى ما يقصد بشيء ما يقصد بشيء ويراد به صريحا أو ضمنا أو تبعا
عبد الغفور دبيجي أبياجي سواء كان بحسب الوضع أو لا. أري إقامة كوربة تدي معنى مطابقي كتبري، معنى تضمني كتبري، معنى التزامي كتبري. معنى مطابقي تدي أبل مطابق تدي دلالة بكسر تمامة معنى موضوع له أو يا مطابقي أجا دلالة بك لسر جزء معنى موضوع له أو تضمنية أجر جيرة جزء هبه. ليش أكون كتابة منطقة دابها أجر هبه يجي دلالة بك ما يلازمه في الذهن لا في الخارج. في الذهن أبيا هاني أو جيرتي قلت دلالته التزامي دلالته وك عما جب السريرة لزوم عماي جب السريرة شو لعما عما عدم البصري عما من شأنه أن يكون بصيرا. عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا لعدم شيء تعبه همونا تعبه يعني وكان ما قلت عماي جب السريرة لزوم عماي جب السريرة تمام كلمة. على كل حال التمام بان دلالته مطابقي تضمني التزامي حتى غير واجب لكتب بلي. تمام. مثلا تتي هندر خبرتي قوتنكي سافتي حتى وحتى تدكخي تدريد حب هبرة خبرت تيبا غايته جوي كخ بونته يا جوي خبردانته تنت حضور اخوي افادتي والفيلم ها تيبا الفيلم لو يقولش خراب هبرة خبر اوجي بلا كتب لما يقصد بشيء تمام لقصدته بوي خبردانته والفيدا حاضر ما يقصد بشيء أنا روني كعبة ده مصدري ميمي زي ما قلت تشبو بلا معلوم تشبو بلا مجهول به أنا أبيسي ياجي مخففة معنيين وكما قو تخفيفة غير قياسي أنا كلمة إيجاد به والذي جرأه على هذا الاحتمال مع بعده لفظا أو تشتيك جرأته ويكر سيداي من الجامي لسنكم به احتمال هاني بالبيجة تبي كل لفظا دونه الميل إلى جانب المعنى ميل بال جانب الطرف المعنى أبي يحمل كر أبي جرأته هاني ترى كر هو استعمال المشدد بمعنى المخفف أري الغاطنا تدي مشدد ومخفف بعيني معناه ليه تقول معنى الكلام ومعنيه يعني دتشتا الجسارة هاني بسيداي ملا جامرة تشكريه قبوتيه تشي مخففة جمعنيه ليه ترادبي يه حدم تكسر غير قياس او تبجبو خاطرك ويه قلب مب أليفت ما قبل مفتوح دكي بلفظا قال شكتا دوري أما معناه جانبه معناه ما يلبال جانبه معناه وهاتنا معناه معنيون يعني مخفف ومشدد بمعناكي وجرعته مانا وجرعته هاني بيرات شكل قال إن شاء الله تشيبو إجا ولما كان المعنى جواب السؤال مقدر ببيجي وضع تخصيص شيء بشيء تخصيص شيء بشيء معناه أليه أو شيء أول ضال
ويا اللفظة شيء ثاني مدلولة، ها؟ مفهومة، معنى شو معناه بري هي تبغى وضيعه إيجابي لمعنى ناكر، معناه زكي وضعها أو ذكرى معناه زيدية بشكل سؤال احتياج ببال ما بتنه. أما بقولت الكلمة لفظ وضيعه، ها يعني جملة كده شكلنا بين لمعنى أقابل وياك أواب بيجي دي جوابه دبي ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع شو وقتكم معناه بو مأخوذ هاتا قرتن بو معتبر هاتا اعتبار كرن دو وضع دا وضع تديك بقول وضع تخصيص شيء بشيء وقف فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه وقف الذكر معناه دبشتي وضعيدا مبنية آباكرن لسر تجريدا وضعي جمعنا تجريدا جزء معنا. تمام يا عزيز المبنية سر براي ايوه شاخي لنكي كنت وضعيت معناه تجريد بكي هود بناء تخصيص شيء تخصيص شيء بشرطية بمتى بحيث متى أطلق أو أطلق فيه ما منه الجزء الثاني الذي الجوري والندقو إيه ليه أما معناه بحيث متى أطلق أو أحس فهم منه الشيء الثاني. تمام رول يا شعبي. إجا عبد الغفور بخرجي وردي لمن مبنية لسر تجريدا معناه وضعيه حتى يكون المراد كن بما مراد وضعه تخصيص شيء بدون ذكر الشرطية أيضا. أريه بذكر شرطية بحيث متى أطلق جملة شرطية تنكي لأنها شرطية أو جملة شرطية قيد مقيس إلى الشيء المتروك قيدك تقياس كرن ببال شيء متروك شيء متروك معناه أنا تش وضعيه دو وضعيه ده معناه هبه تتكاري بيجي بحيث متى أطلق أو أحس فيما منه الشيء الثاني شرطيات بدي بري أريه معناته النبى كالبا معناته النبى وين شاخي فائدة كبيرة هي تبيجي بحيث متى أطلق أو أحس فهم منه الشيء الثاني معناه كجيرات النبى فتركه تركه قيده كمعناه مستلزم لتركه نه مستلزمة لازم ياخذ ترك شرطي يجي متى أطلق أو أحس فهم منه الشيء الثاني. أنا رودي أشعبه إيوه بذكر المعنى يعود معنى الوضعي قال يكتب معناه بشترى ذكر كر معنى وضعي غيري ذكر رجوع يذكر رودي أشعبه إذا تشيبو تشينف سعد غفور عشقها أنجح دي زباني به لسروت مرف تحليلات كان فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه. تجريد مجرد كرن خالي كرن تعزي كرن جي آبد ده تجريد نحوية آينية أساس آلة بديعة آينية نعين تجريدا تجريدا نحوية
لفظك بذكر كرن دي وكا وضيعه وبين نزع كرنجي را كرنجي بعدك معناوي أري ما معناه شيء درخص تخصيص شيء انت ليش أري ود بيويرا لفظك بذكر كرن كو او معنى تدي وي تشتي كارتيا آفتن بعيني وي إفادة بك أو تشتي كارتيا نزع كرن آفتن عيني وي إفادة بك تمام تجريد النحوي أذكر بتعارف لجمع علماء النحو وفهم كيف لفظك بذكر كرن توي لفظي بعد معناه يجي بافي جي ددويرا لفظك دنبيني كو دلالتي لسر يعني إفادة نفسها ومعنى كواتيا آبتن بك ألي شو أبدا بقول أبدا تعريفه ها يا بالتعبير كده تجريد اللفظي عن بعدها تعذكرنا لفظي ايش بعد معناوي أبدا جميرا تجريد النحوي تجريد نحوي أرينوني التعظيم إجا تجريد جي قسمك إيش مجازي أبيام جبير لكن برجارات بولا بيشيام تجريد بخو قسمك مجاز مجازي مرسلة دهار راستي مجازي مرسلة ليه وضع التذكر وضع اللفظ معنا أصلا ترتيدا هيك كنت أقول وضعت اللفظ ترجع بو ذكرى لفظي ذكرى كلي إرادة جزئي ذكرى كلي إرادة جزئي ده نفسها مجاز مرسل بخو تمام إذا فائدة تجريدي شيء تمام فائدة تجريدي البته هدي أو مبالغة بمعناها وتملك مقام شيء أنا ورد خواسي مقام ورد خواسي تملك خواسي مقامي مبالغة بمعنى إذا شيء كالتجريد لو ما احتياجي هي تدي دفردا زي مخصوص ببالغ تمام كلام تجريدا أو نحويبو نحوية أهل بديعي ولا ما بديعي أو فرق لي قال معلومة محسناتي طبي بديعية محسنات بقسم إيه لفظيهن إيه معنويهن إيه لفظيكو على قايب لفظيرة حرفك يزيد دكي ويا كيم دكي ويا تدي حتى مراد بيت الجي توي الويدة بهلا إجا إيه معنوي محسنات معنويهن يك جوان تجريد يك جوان أوجي أقسامه تركي تك إذا تعريفاي بخوينا دبي هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها ربا لكمالها مبالغة لكمالها التعريف تجريدا لجمع أهل بلدك قرآن بجد زيد صديقي ترابي زيد صديقي زيد تشتكي خذي وصفك أو وصفها هذا صداقته ترابي بري كاملة دوي وصفي ذا تجوي شخصك يدن خذي وصفتي تراد بدرخي إجا أقسامي بر جانت خطابة بنفس أخرى تشخو يكي دنشتكي لا دك مالي تهبانا تيل فقيرة بنيتانا تسري خوار نذكرش فلان وفلان ورا أري خراب بجار
تمام؟ بله. جخو شخصك يدن فقير إيجابك وخطاب بفيرانك هذه كا بديعية تجريدة بديعية كانت هذا تفكر بله. جارش بينك كالبن من جانا كو تجريد هذا شدة تجريد يعني نحوي آيرية تدي تجريدة بياني بيانية مبيجي آيرية بديعة أهل بديعة آيري وفعل كلام بديعي تعريفها ويجي مذكر كده على كل حال لبلي أقسامي وبرد أو يا أنجح كائك عندي بديعي فني ثالثة جو مختصرة مثلا مختصر كتاب هرزي أو يجي تدي كم إنسان مع الأسف كم إنسان دخيل شو معنى فهم كيف؟ هذه والله بشتيك فيها ما فهم كيف ما تجريد يجي فهم كيف إيه فخرج به المهملات والألفاظ الضالة بالطبع إن لم يتعلق بها وضع وتخصيص أصلا فخرج دركت به بقيد وضعي بقيد بلي تشتيكم معنا هات برد درتها بالنفس وضعي بخو وضع ما تجريد خستي معنا جيت شو حتى تلي معنى الندى بري إخراج تشينا بشتيك وربه ف تريد اني اللي معنان تدبر وضع بناء سر تجريدي فخرج عنه بوي وضعه وضع ايش معنى إراه شدركت المهملات في الفاظي مهبل ديزو بيس قيججو بيجج يعني أري هبالكي مهبو النابج النابيوي اما تشخر دخن أري وي أراجمان تركيا كنود راديو دا واتانا قوتن ويجي وانز بردك هي جويتشات حافظة مدى أنا وبالكسيار شغلي دقو هونج بونج توزيزو تشك تشك شاينا تورينو بولا أنلام يخطر وردقو تم أبيات تديك بشنا مثلا ومثلا بيدخل جبت حافظة مدى باي أوليش قبيلها قيججو بيججي روديا جعبه أذر كتن والألفاظ الضالة بالتبع أو ألفاظك دلالتك السر معناكي طبيعته بالطبع تبي يبي ها يا ها ديك دلالتك السر ايش دلالتك السر ايش تمام كاني سينغاوي ديشي سر ما قلتي تمام قربان عجبانا ردمت الفاظي كدالي بالطبع ضال بالطبع إذ لم سبب دركتناوان إذ لم يتعلق بها قصد يعني شو قصد يعني والتخصيص أصلا وضع خبوان دقتي يعني وضع دوان دا تنه دوان هاي ابانا دها ند مهملات هذا نجد الفاظي كدلالة كسر معناه بالطبع وضع تنه يعني شو وضع تنه يعني تخصيص تنه التخصيص وقعت تفسير جواب الركالة تيك ما قلتوا معنا وضع تخصيص شيء بشيء أري يعني شو وضع خبي بنا قلتيه يعني تخصيص خبي نقلتيه قال إن شاء الله تشوفوا وبقيت أبانا جبرد الكتن أبانا جبرد الكتن قال وبقيت حروف
هجائي بكسرة هي، بله وخرجت شيء وبقيت حروف هجائي الهجاء، بله وبقيت حروف هجائي الهجاء. حروف الهجاء الموضوعة صفة حروف، بله نا الموضوعة صفة حروف حروف. تمام رون يا شعبي تكاري ولا الموضوعة بخينجي تدي وجاني بطور الأيمدي بله بجرة جواري، بجرة جيرانتي، جيراني مجرورة تويجي مجرور بكدبة. أما من حيث الإعراب تركيب الموضوعة صفة حروف مرفوعة أو حروف هجاء. هذه هجاء، هجاء بكسرة هي بأليفة، أليفة أكر ممدودة يعني همزة ممدودة. هجاء شو قال هجاء هجاء بمعنى آفتن. دائما الشعر كده الشعر خدا بابه كلام مكي بك دوي كلام ياخذها من بابه جايك أري إيه هجاء أعتبر هجاء. قال في القاموس والهجاء ككساء دوي وزنه بله يعني بكسرة هي وكشا كساء بكسرة كافي. بله إجا شيء تقطيع اللفظ بحروفها، تقطيع اللفظ بحروفها. إجا أب تدي قابلت لي يوسف دي بانزارو كي نوت المكتبة دي عول هجاء ريوان ده أري هجاء عول هجاء ح سان تدورات شي كلمة تدورات شد جملة أزور تخمين. إذا أمشي تقطيع قطعة لفظي بحروف التيتا مثلا يعني هجت تعبيرها مكتبي كم دبيش يوسف كرم كاف ري ميم أجي ي واو سي في تمام كاري جمعنا رد بين حروف هجائية أري بله وتربيه هجيت الحروف تهجية. الحد بابي فرحت يعني معناه يقطع ممكن هجة قطعك بله إن شاء الله تسيبه. بله الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى. أنا غاش حروف كلمة تركيب كده حروف أصل كلمات شو أصل كلمة أصل كلامي وعين زمان طيب بواسطة أصل كلمة كلمة جوان شدبة بله إجا بواسطة كلام جوان شدبة عين زمان بله طيب بشتكبو كلمة بيوا تكلام دي سات شدبة غرض التركيب دي صف أو غرضة إضافة غرضي بتركيب إضافة بيانية كالي أو غرض أربانجا كتركيب شكلنا كلمة ويا كلامي بخوي هاتي داني جيرا بفي قصدي لا بإزاء المعنى دي كنا هاتي دانين تقارش لغا معنى إذا كاري تمام ناتي دانين تقارش لغا معنى إذا سيف جبو تركيبة كلمات هاتي داني كاري تمام أساس قلت لا بإزاء المعنى يعني لا للدلالة على المعنى بله وبقوز الدلالة تجي إزائي دباننا دا خوش بو لبل الزرارة بالتمنى تشتك ضال سر تشتكي بس قارشي بداية عين الزمان إن شاء الله تجيبو بله يعني تغردت تدا تنشغيلي غرضات تركيبها بو بله إذا لتدما تقول المعنى ما يقصد بشيء إما ما يجيكو ما يجي عامة إيه سقف حروف هجائزي دكمنا بني أوجي ماكينة كنت قص كرنبوان تركيبة كلمة وأكلام إن شاء الله تشيبو
لبلي أكتب لي بوضعه وخرجت بقوله لمعنى تقول لمعنى أجبر ذلك في كيف ما قلت تي ناطر دايد إزاء معنى هذا هم المعنى هذا جدي إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى أماش تك أماش هدف جي وتركيب كلمات جي تكرن نجبك معناكي بدأ إفادك أفشو بله إذا فإن قلت أجرت ببجي فإن قلت دي قال بك عبد الغفور رحمه الله لسان فإن قلت قد وضع بعض الألفاظ لجيري بله دبي فيه إغماض عن عموم تفسير المعنى يا عبارتي سليس عبارتي أنظم له دبي فيه إغماض عن عموم تفسير المعنى يعني معنى في قلت لي شيء أساس كنت معنى دا تفكر بكي ام احتراز هانش خوش بني چه نابه إذا دبي احتراز دا جعب قرتن هي عموما تفسير معناي ليه ما قوم ما سريع أول مجوارا قو أستاذ بديع الزمان كنت بين لو أدخلت الدنيا وجميع ما فيها فيما لم يمتلئ في وجه حوالي فراكر بقول كويتشا غادي بيجي بخذ تمام يعني أجر معنى دا بيت التفكر كرين احتراز هاني جبني تشيناب شو ما يقصد بشيء تخازي برا معنى نجمع اللفظة بقصد كرين ها بله نج لفظة بقصد كرين تيوك دوالي أربعة بله او تدخوازي بلا اللفظ جلفزي بقصد كرين دردما نخل تكذبني ما يقصد بشيء إذا عبد الغفور عبارتي وجيز إفادة كبيرة فيه إغماض عن عموم تفسير المعنى دبت في اعتراض ده شعف قرتن إغماض شعف قرتن إغماض العينين هاي شعف قرتن هي عموم تفسيرها معناه تفسيرها المعنى معناه كتشخ عامبو أبجد كتب بري إذا شعب يخون بري بشيء بقرة إحالي له اعتراض هذا مركان اللي شعب يخون نقرن اعتراض وارد ده بله فإن قلت أكتواش قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر هنك ألفاظ هاتنا دانين بقارش لغة هنك اللفظ ده فكيف يصدق عليه كأنه وضع لمعنى لأنه وضع لمعنى تأويل مصدر ده فاعل يصدق بله شو صادقت السري راسته يعني كأم جير بيجي وهاتي دانج معنا يرى بله لفظ هاتي دانج شو دبر راست كأم جير بيجي باللفظ معنا يرى هاتي دانج بكشي تدبي تدي سري شرمونية ده وجابي داجي أو ورق بخير تدري كلمة ساقس اسمه فعل حرف اسم وكي شيء وك زيدي بري زيدي راه تقالي لفظ راه فعل وك ضرب ضرب راه هذا اللفظ حرف وقد مثلا حرف راه لفظ راه تقالي تمام ها فكيف يصدق عليك أنه وضع لمعنى تمام شوا أم بيجد قواي لفظ جمعنا راحت يداي وشنابه كأنه بله طبي بشيك ما قبول كرها ما تعرف كنت ما يعني في احترازه أجر توصى ببيجي قلنا أمجي ببيجي المعنى ما يتعلق به القصد المعنى ما يتعلق به القصد معناه قصد إرادة خبي بابكري لما نتقو اسمه مكان شيء اسمه مكان قصدي
ها؟ أما معنى أو تشتى ما يتعلق به القصد. أما تشتى قصد خبي بابك شد برابر يعني تشقص بكي أو معنى وضبا إيه وهو ما يتعلق به القصد جي أعم من أن يكون لفظا أو غيره. عم ترج بياي تتخوازي بلا لفظ به تتخوازي بلا معنى. المهم تتشقص بكي بله هذيك قال بله أول معنى يكون به أب احتراز هاني وارد النابه شخون ندبوده ما تعمل قلت ملك تعمل قلت هاي وجنما احتراز كر بجي دي سأوها بله يعني وارد ناب يا فإن قلت أجدت ببيجي قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة. الله أكبر. قال من أبياجي اعتراضها هانيجي زانش قبيلات شيء تيد في فلان كسو بلي بقي جا آفي صولا خداتي أوجي بلي بقي جا جوي قبيلة يعني چونكي اف احترازها هاني آد دويا كنجي تكرن دبشتي تي مفردن أم بينن مفردن بينن جي بكن صفته معناي نعم مفردن مفرد دن أري أنا تدا هنا بله فيجا شبارة وري كصفته اللفظية صفته معناي أي ورا شبارة أف احترازه هاني كنجي وارد به لسان تقديره مفردين بذكر كرين وأم بجرب بخينين بكل صفته معنى. هذا احتراز كنجي وارد أري أود بيت هي ما مفردين ذكرنا كيه راد بي احترازه هاني تكي ديو قبيلة وكو بقو ایک بری بگی جاوه تدی داوا خو سولا خداتی دو پیشا خو داوا خو اللهم إلا أوها بيجن أم أوها بيجن جبوكو أف سؤال هذا الدويا سؤال أول يعني احترازة أول هردو مشتركة دوي جوابا شبارة دانه جبر بي دبردازك أي بيجا شبارة به رحال ده تشيل بيرام وأجيب عن الإشكالين أو شبارة ولا كان بري بشتي رزق الدوسية ولا إن شاء الله جوار تشيبو أتجاوب أو جوار جبو أبا ويا احترازي وآبني وي مشترك الجواب دانه أري كلمة لو ما دبرداز ذكر يوكسا جي نجي وي إذا فإن قلت أجد ببش قد وضع بعض الكلمات المفردة هن كلمة مفرد هاتنا داني بإزاء الألفاظ المركبة بهنبر ألفاظ مركب ده قالب كلفظ الجملة والخبر والإنشاء مثلا تقاري ألف بربك لفظ الجملة جملة جيم بيم لام تي جملة هاتي داني زيد قائم مرة هاش قام زيد راكلي بلاد شايفوا هذا جملة القارشية هذا هاتي داني خبر ما يحتمل الصدق والكذب يجي ما له واقع جملة خبرية ما له واقع تطابقه أو لا تطابقه بله يجي إيه خبرية محكي بها عن الواقع الذي كنت ما يحتمل الصدق والكذب تعريفها مشهورة بنظر فقيه عبد الغفور دبي معنا خبري
ايكو محكي بالقول مش محكي أريك غالبا أو جملة تدي محكي بها عن الواقع محكي بها عن الواقع يعني ترى لي حكايتها واقعية تنتبه ولا زاتم زي دي العمري خست ده الراس دم فرد ما وآيري دعوة أهل معاني قال لك تعريفات جملة خبرية كب أواد بيش ما له واقع تطابقه أو لا تطابقه يعني النتيجة ده معنى تبا يك بو أبا جملة خبرية ما له واقع راه كذا يا محكي بها عن الواقع راه كذا يا ما يحتمل الصدق والكذب هكذا فكيف يكون موضوعا بمفرده شو يجلف بما موضوع مفرده بلكي هاتيه داني مركبه نوركاني أجت احتراز بك يا قلنا أما ببش جوابات هذه الألفاظ من ألفاظ هاني تمام من ألفاظ هاني ألفاظك بذكر كتف جملة خبر وسائل وين كانت بالقياس إلى معانيها مركبة أجد شندي بقياس ببال معاني وانفا نه أبان ألفاظك تقريبا ألفاظك ومعاني وان ألفاظ مفردها كربان معاني معانينش فان ألفاظ مفرد فردا ينلش معنى النكد شكل فرجع إجاب كبير الشاهد كنت فردا يعني تم معناك خش درنا خستنا الميدان تمام تبي بيجي هذه الألفاظ من ألفاظها ألفاظ مركبها كم معاني ألفاظ مفرد كم معاني ألفاظ مفرد أجل تندي وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة أجل تندي بقياس بالمعاني خذا مركب ليه ما يحتمل الصدق والكذب مثلا جملة زيد قائم أو زيد قائم يا ما يحتمل الصدق والكذب بنظر بالمعنى خذا بقياس بالمعنى خذا أجل تندي مركبة إلا أنها لكن لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزايها مفردة ريرون يا شعبي لكن مفردة بقياس بالوان ألفاظ نوركاني ورنجي كفان ألفاظ أريه كفان ألفاظ معاني نجوان را مفرد بالنسبة لبعض ألفاظ كجوان را هاتنا داني جملة لفظ جملة لفظ خبري أريرون يا شعبي الجهات البردان لما قلنا هذه الألفاظ من ألفاظ في جملة زيد قائم زيد قائم وخبر ما يحتمل الصدق والكذب أجل جلدي تبوان بوان بوان بنري معك معنى بكي مفرد مركب أما بدبر بقياس بالوان ألفاظ قاتلج جداي جوان ركالي من أو مفردة تيجي جملة بالنسبة بالجملة ما بالنسبة باللفظ خبري ما قريبنا العزيز بالنسبة بالوان مفردة إن شاء الله تشيبو شما مفرد شيء قبري بدأش مشكلة كده تدبي ما يحتمل الصدق والكذب بنظر بالخبر ما مفرد فشو مفرد قجر شنابه يعني مشكلة كده درناي درتي البتة قال إذا تخبري معنا مفردتي مفرد والشرمونية داجدية والجامية داجدية وغيره ويداشي مفرد أو كل جزء لفظي دلالة سر جزء معناه لك بله جزء لفظي
ها تبو خبر معناه ما يحتمل اسم كول الخبر كول كذبة إخي دلالة إسر مايتك ها وكإنساني إنسان مفردة بله شكل جزء ده سر معناه حيوان ناطق ألف ده سر حيوان ناكل نون ده سر ناطق ناكل بله بو بله ها دبكي مفرد بيش قسمن كرتوي جزء لفظي كده سر جزء معناه نكر أو يا مفرد مفرد خوش فهم كيف بله صوصها بله أو أجيب عن الإشكالين من تيمقو السبب قوي اعتراض هاني كر أبري اشتراك وان دوي جواب ده بله دوي جواب وقد هذا شيء وقد أجيب وأجيب وقد أجيب زرارنا كأم تنه هذا هذا الشيء زرارة أجيب زرارة أجيب وقد أجيب وأجيب هاتي جواب دان أري عن الإشكالين إيش بيش هردو إشكالي اعتراضي إيش لفظ مفرد جمفرد را ومفرد جمركب را بله لفظ مركب را هاتي داي اش بيش هردي واجي بأنه ليس ها هنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا تمام كلام بله بل بإيذاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظة الاسم والفعل والحرف والخبر والجملة وغيرها تمام رول يا شباب بله أبي أجي علاقة قوي بعلم وضعيرة تدي علوم تمام هبدو تمام كقالي علوم تف ها دبيش خل فيدا دبي مقام هذا دبي مقام هذا في التعريفة كلمة دا ليس ها هنا لفظ نين لفريت لفظك لفظك في هواي تلمي كوضع بإزاء لفظ آخر شخل لفظ كوهاتبه دا انت قارش لغا لفظ دا تنه مفرد كان مركب دي چه مفرد به چه مركب به أري كالي من شخل لفظ قارش لغا لفظ دا نهاتي دان كالي بل بإزاء مفهوم كلي بل كلويدا هنك اللفظ هنا كموضوع بإزاء معناك كلي كأفراد ومعنى كلي ألفاظ أري كالي ليه كأفراد ومعنى كلي ألفاظ بتشوي يعني اسم جزين قائم الرنات زيد رنات داين وجملة زيد قائم الرنات داين أري بلكي اسم تعرف اسم الشيء ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بله دبي اسم جفيارة هات يداين أري جفيارة هات يداين أما معناه كلية ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة معناه كلية أفراد بمعنى كلي وكي وكي زيدون عمرو بكر بله الله شو دم يعني موضوعي هرحال بوضع عام جيبوا موضوع له عام تمام بابا لأنك بلا بك دي ساز وراء افتنم بني ليس هذا لفظ ووضع بزاوية لفظ آخر مفرد كان مركب بله طبعا لفظ هذا شو مفرد وشو مركب مفرد مركب تبين شغل لفظ هذا هاتي دان قال بله ليه بل بإزاء مفهوم كلي بلكي القارش لغة معناك كلي ده هاتي داين أفراد وألفاظ أفراد ومعنى كلي ألفاظ يقول أفياد اسمه داجي قد شليت فعله داجي بفعل شيء ما دل على معنى في نفس مقترنا بحل هذه الثلاث أفياد مفهومي وين شفرات داين أما أفرادي وكنسر ضرب علي
قد هكذا. تمام. حرف يعني جمع دل على معنى في غيره رات البال. أفيا معنى الكلية أفرادي بي ألفاظ قال وقد ها وكامن وكائلة وسائل. إن شاء الله تشيبوا ها كلفظة الاسم وكلفظة اسمه وكلفظة اسمه والفعل لما اسمه جو فعل جو حرف جنب والخبري أنا قال خبر ما يحتمل الصدق والكذب راحت يداي أما ضرب زيد عمرا ضرب زيد عن فردك شيء قام بكر فردك شيء والجملة جملة في كلام بقى شبارة تعرف ما تضمن كلمتين بالإسلام تعرف القرى تعرفها بلا ما تضمن كلمتين رات يدان كلمة أفراد بمفهوم جملنا وقت زيد قائم قام زيد هو غيره نيجي يعني تمام إيك بنزلي ضانا بالكلمة دلوم جملة اوكي شرط يجي ورا جزاء يجي ورا شيء هما تشتكوا الظاهر دا لفظة ويختار لفظ مركب راحت بداني ظاهر اكو مرفع بكشي دروما تبع افرون يرجع. تمام. لبلي ولا يخفى عليك نخف يلسن ظاهره أن هذا الحكم حكمك عام تبقى جوت بيشكالم قال هاي مرف جارتي وأكسيا قال له قدرة هبه تقول ليس ها هنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردان أو مركب تورق ده حكمك عام عام بالبلدة أم حكم عام أم حكمها حكم أوها أو ولا يخفى عليك أن هذا الحكم أم حكم إلا ريسردين حكم منقوض دشكي يعني احتراز لده بأمثال الضمائر الراجعة بوان أمثالي وان ضميري وراجعت من إلى ألفاظ مخصوصة أو مركبة ألفاظ مخصوصة أو مركبة دشكي بوان ضميري تمام كالب وراجع ببال هنك ألفاظ مخصوص مثلا زيد هو الكريم زيد قائم هذه الجملة يا هي الجملة هذه مركب من المبتدأ والخبر من مبتدأ وخبر وريه بحكمها تقول ليس ها هنا لفظ مضيع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا دشكي بأمثال وانضميرك راجعت من بعد ألفاظ مخصوصة خصوصي بكم مشتر مثال ده ياجي مركبة في مسألة تربية أف زيد قائمة أف جملة هاني مركبة مسألة مبتدأ وخبري شكي فإن الوضع فيها وضع دواندا ما إرادة وين كان عاما أجا شدي قالت وضع عام لكن الموضوع له خاص أو معنى موضوع له خصوصية هو أو زيد تمام ما دام فليس هناك مفهوم كلي نين الويدر معناه كلي وهو الموضوع له في الحقيقة أو موضوع له بجرات حقيقته تدي معناه كلي يوق تمام لما هو آلي هو لفظ رأسه هو الزيد رأته هي جملة زيد القائمة رأته أدرى باشوار شيبو فإجا من اللوف هفقس والجواب وأجيب عن الإشكال أبيجي احتراز
إجا قال من دوضع ضمير دا اختلافي دوضع أري ضمير دا اختلافي سلف متقدمين الجواب أول بدل قولاي انصرف مصدر من وضع ضمير دا اختلافي تمام متقدمين دبي موضوع بوضع عام جبوا موضوع له عام موضوع بوضع عام جبوا موضوع له عام هو معنا بداتشي معنا موضوع بوضع عام جبوا موضوع له عام هو هاتي دارين جما تقدم ذكره لفظا او معنى او حكما تمام بله اجا مفهومه كل مفهومه كل رات يا ما تقدم ذكره را ده او ما تقدم ذكره افرادي بس زيد قائم به صور النينه محققين دبي ضمائر وإيش مشاهد موصولات موضوع بوضع عام جبوا موضوع لهوية خاص موضوع بموضوع وضع عام جبوا موضوع لهوية خاص دبان هو جزيدي راحت يداي ها هو نفسها زيدي راحت يداي أما ما تقدم ذكره شمسية جرى هي مثلا الجملة زي قائم راتي داي هذا تفعل صوص أجي راتي داي إجاد فيلا شواي قال ابن أصول مناظري احترازا سؤال والجواب قال من صب سبجيكي أو مقبولة كنا من صب الجيكي بن مقبولة الجواب مجيب جواب دار لسان مذهبي متقدمين الجواب ده يقول ليس ها هنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر بل هاتي ده نقاش مفهوم بكل ده مجيب لقورا مذهبي متقدمين الجواب ده معترض لقورا مذهبي متأخرين محققين الجواب ده حالي له سؤال الجواب نبو ناطر ريتن للطبقة كده قريب لجيكي بله اعتبار شرط جوابه ويش جديدا احترازه ويش جديدا يعني احتراز من الورد بله وفعل كلمك لا فرق الشهر والله فرق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم